السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مريم داري. ودائما ضمن الحشوات ديال البطبوط غادي نقدم معكم اليوم واحد الحشوة جديدة بزاف. كتجي باردة ما طيباش، كتجي منعشة وباردة وزوينة زوينة ما شاء الله. الا بغيتو تعرفوا معايا على المقادير ديال هاد الحشوة هادي، ما عليكم الا تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نكتشفوا جميع المقادير البسيطة جدا. وكيف ما كتشوفوا معايا هما هادو المكونات ديال هاد الوصفه. كنحتاج لها واحد شويه ديال ليشو اولا الملفوف، يكون مقطع هكا قطع صغيره رقيقه بزاف. حبه من الجزر اولا خيزو محكوكه في الحكاكه الغليظه. علبه ديال الذره المعلبه اولا المايس اللي مغسوله ومستقطره مزيان من الماء. شويه ديال الزيتون الاخضر مقطع شرائح. شويه ديال الجبن اختياري. وعندي هنا علبه ديال التونه اولا ديال الطون بالزيت. عندي هنا شويه ديال الحار، صلصه الحار، لاصوص الجيريان والكيتشوب. عندي غير الكيتشوب اكثر من لاصوص الجيريان والحار، ومايونيز والملح والابزار. هادو هما المكونات. وشويه ديال الحامض اكيد اولا عصير ديال الليمون اللي غادي نديرو على هاد الصلصه اولا الحشوه. انا هنايا ما غاديش ندير الصلصه بوحدها وعاد نخلط، غندير كلشي مباشره. هانتوما غادي تشوفوا معايا ضفت في واحد البول، درت الملفوف اولا الكرومب، ودرت عليه خيزو، الذره، الزيتون، وغادي نضيف دابا الجبن المحكوك. صدقوني هاد الحشوه كتجي من ألد الحشوات اللي كيحماق عليها الصغير قبل الكبير. صافي هنايا عندي هذيك العلبه ديال الطون اولا التونه بالزيت، مصفيه من الزيت، وهنايا كنفرستها باليدين ديالي باش ما كتبقاش قطع كبيره. كنحاول نفككو باش يعطيني قطع اللي صغيره باش كيتوزع في الحشوه كامله. صافي غادي نكمل الطون ديالي وغادي نضيف المكونات الاخرى. انتما غنقول لكم مقادير مضبوطه. والكميه ديال الخضر راه كتبقى على حساب الاشخاص، يعني بغيتو ديروه بزاف ديروه، غديروا غير الناس قلال، نتوما غير قلالين غادي ديروا غير شويه. هنا درت هنايا تقريبا واحد ربع ملعقه من الفلفل الاسود اولا الابزار. ملح ما نكتروش لان عندنا المكونات الاخرى مالحه، عندنا الطون، الزيتون، الفرomاج، راه كلشي مالح. غادي ندير المايونيز. المايونيز هي اللي غادي ندير فيها بزاف، يعني غادي هانتوما كي كتشوفوا معايا ملعقه كبيره ونصف من المايونيز. درت هنايا واحد نصف ملعقه من لاصوص الجيريان اختياريه، بغيت انا غير باش تعطيني واحد شويه ديال الحروره هي، والصلصه الحاره حتى هي نصف ملعقه. وهنايا عندي جوج ملاعق كبيره من الكيتشوب. وغادي نعصر واحد العصيره ديال الحامض اولا الليمون. صافي ومن بعد غادي نخلط جميع المكونات. يعني حشوه بارده سهله جدا، اتوجدوها في اخر لحظه. يكفي انكم تكونوا موجدين المخمرات ديالكم اولا البطبوط ديالكم، تكونوا مطيبينه من قبل اولا شريتوه. الا ما يعني الا ما كيصدقش معكم تشريوه وصافي، وكتكون الحشوه ديالنا جاهزه بهذا الشكل هذا. صدقوني واحد المذاق فيها خيالي. صافي كناخذوا المخمرات ديالنا، حليتهم، غادي نبدا كنعمر فيهم حتى كنعمرهم كاملين. غادي ندير فيهم واحد الكميه معقوله، وغادي نحاول نضغط عليهم واحد شويه باش كتخرج لي هذيك الحشوه، كتعطيني واحد المنظر اللي زوين في يعني هكا في هذه الفتحه ديال المخيمرات. هنا الا بغيتو تزيدوا معاهم الخس زيدوا، الكورنيشون اولا الخيار المخلل زيدوه. انا اكتفيت فقط بهاد الخضر هادو اولا هاد المكونات كلها. صافي غادي نستمر حتى نكمل جميع القطع اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا.
وهنا غادي نزينو كتزيين فقط. كيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتو تزينو بغيتو تخليوهم هكا كيف ما هما راه كيجيو زويونين. يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا عندي هنا شويه ديال الجبن محكوك اولا مبشور. كنحاول نزين هادوك الفتحات اللي فيهم الخضر، كنحاول نزينهم باش ما يعني كنغطيهم وكنعطيهم واحد المنيضر هكا مشوك. وصافي كنستمر حتى نكمل التزيين ديال. راه ما كتحتاجوا لا صلصه لا والو، لان هذوك العناصر اللي عندنا الداخل ديال ديك الحشوه راه غير مجرد ما كيقيسها الجبن كيلصق فيها ما كيبقاش يطيح. صافي كندير بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. راه هانتوما كنوريكم عن قرب، راه غير كتحطوا هذاك الجبن كيلتصق. يعني هاد الحشوه هادي راه كتجي سهله 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 بزاف. في اخر لحظه غادي ديروها، واكيد اكيد المذاق راه شي حاجه روعه، شي حاجه طوب ديال الطوب. كتجي مغايره تماما للحشوات اللي قدمت معكم، لا سواء ديال الشاورما او لا ديال الدجاج والخضر. وكيجي الشكل النهائي ديال الحشوه ديالنا بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم اقتراحي ديال اليوم ما تنسونيش بلي لايك بارطاج مع العائله والاصدقاء. واللي مازال ما مشتركش في القناه مرحبا بكم، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد فيديوهاتي. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله، ووصفه جديده واقتراح جديد ان شاء الله ديال رمضان الكريم. ولما لا نحضروا شي حاجه اخرى حلوه او لا. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا اشنو غيكون فيه.